اهلا بيكم في حلقه جديده من ايه الحكايه. انا مبسوط جدا لحلقه النهارده ومتشوق جدا اتكلم معاكم فيها. اخيرا وصلنا ل 10000 سبسكرايبر وان شاء الله نكمل لقدام ونوصل ل 20 و30 الف وكل الارقام الجامده دي. في ناس في الدول العربيه وفي ناس في الدول الاوروبيه بتشوف البرق والرعد ان هو شيء مرعب وشيء مخيف، لما يسمعوا صوته يتخضوا. وفي ناس تانية مثلا زي بيحبوا ان هم يشوفوا البرق ويشوفوا الرعد والحاجات الجميله والالوان والاشكال الجميله اللي في السماء، كانك كده عايز من ايدك ما علينا وتلمسها وتتكهرب، بالظبط زي قصص الافلام اللي بنشوفها زي افنجرز اور كل القصص المشوقه دي. بس انا مش جاي اتكلم معاك النهارده على قصص وافلام، انا جاي اتكلم معاك عن حوادث حصلت حول العالم لناس عاديه جدا اتعرضوا لصعقات كهربائيه من البرق والرعد، وبعد ما تعرضوا للصعقات الكهربائيه دي حياتهم اتغيرت بالمره واتقلبت 180 درجه. تعالوا نبدأ بدكتور جراح اسمه توني سيكوريا. دكتور توني في سنة 1994 كان في نيويورك وكان بيحاول يعمل مكالمة تليفونية، فاضطر ان هو يطلع ويستخدم كابينة المكالمة التليفونية اللي موجودة في الشوارع. وفي الوقت ده كان في عاصفة إلكترونية وكان في عاصفة كهرباء ورعد وبرق، بس هو كان مضطر يعمل المكالمة التليفونية دي لأنها كانت مهمة جدا. كانت مكالمة من طنط أم توني. ما علينا. وهو بيرفع السماعة عشان يكلم والدته في التليفون، فجأة وهو ماسك السماعة وقف اتصلب في مكانه وقلبه وقف وشاف نفسه بيطلع بره جسمه وشايف نفسه من فوق وشايف الناس حواليه بيحاولوا يرجعوه للحياة وشايف المنظر بالكامل من فوق. So I went to the payphone to call my mom just to check on her, and the payphone is connected to the building. And as I got the phone about a foot away from my face, I heard this loud crack, and this big flash came out of the phone and hit me in the face. Yeah, the lightning had hit the building and exited through the phone, and I just happened to be in the way. فورا اتنقل على المستشفى بعد كده، ولما فاق حصلت حاجة غريبة جدا. أولا ده راجل جراح وراجل دكتور، بس فجأة بعد ما قام من المستشفى ابتدى يسمع أصوات موسيقى بيانو، ابتدى يسمع نغمات في ودانه وفي عقله، وابتدى يحس بنغمات كلاسيكية وحاجات ملهاش تفسير بس كلها ليها علاقة بالموسيقى الكلاسيكية والبيانو، حاجة كده ملهاش تفسير. خلينا نقف عند الدكتور توني قبل ما نشوف بقية الشخصيات والأبطال اللي في الحلقة، وخلينا نتكلم ونعرف يعني إيه برق ورعد. أنا مش هخش معاك في موضوع علمي، مش هفسر لك يعني إيه برق ورعد، بس هقول لك ببساطة إيه هو الصعقة الكهربائية اللي بتيجي مع البرق والرعد. ببساطة كده الموضوع البرق ده مش هزار، وأظن معظمنا عارفين كده، لأنه الصعقة الواحدة الكهربائية فيها كهرباء تكفي مدينة كاملة. بص يا سيدي، الصعقة العادية اللي هي يعني مش حاجة كبيرة قوي، مش سوبر هيرو، يعني صعقة عادية بتشيل ما بين 100 مليون لمليار فولت، وبتوصل تيار كهربائي من 30,000 ل 300,000 أمبير. أنا ما بتكلمش عن عربية ب 400 حصان، أنا بتكلم عن كهرباء. وتعالوا نخش بعد كده على درجة الحرارة، لأنه في درجة حرارة بتيجي مع القوة العالية دي، ودرجة الحرارة بتاعة البرق العادي بتوصل تقريبا ل 30,000 درجة مئوية، يعني أكتر من حرارة الشمس 5 مرات، 5 في عين العدو. يعني لو عقلك جابك تقف تحت المطره وماسك ماسوره ميه ومش لابس غير شورت ومايو، لا افكر في الموضوع تاني. واحد يسالني طب يا نور ايه الاعراض اللي بتحصل لاي حد يتعرض لضربه رعديه من البرق والرعد؟ اقول لك من عينيا الاتنين بس كده يا سلام. اول حاجه يا سيدي حروق من الدرجه العاليه من مكان الدخول ومكان الخروج، وعلامات غريبه على الجلد زي علامات حمراء وبتكون دايما ظاهره على الشرايين، بتسمى باسم ليتشنبرج فيجرز. ده بناء على الأستاذ جورج ليتشن في 1777 لما كان بيجرب على نفسه ان هو يكهرب، كيف عنده ان هو يكهرب. ده غير مشاكل في الذاكرة ومشاكل في الصحة وضعف في السمع وضعف في الرؤية واكتئاب مزمن، وفي حالات أسوأ كاردياك أرست أو نوبات صرع بعيد عنك، يعني ولا أسوأ سايد افكتس لأي دواء. ده غير مشاكل في الذاكرة ومشاكل في الصحة وضعف في السمع وضعف في الرؤية واكتئاب مزمن، فقدان البصر والسمع، كاردياك أرست. اللي يخلي الموضوع ده يشد الانتباه قوي ويخليني اشرح لك عليه اكتر ان الناس اللي تعرضوا للبرق والصعقات الكهربائية دي ما حصل لهمش حاجة وما جات لهمش اي اصابات عنيفة، بالعكس جسمهم سليم وكل حاجة كويسة وما اتغيرتش.
حاجات معينة هي اللي اتغيرت، وهي شخصياتهم. بقى عندهم مهارات جديدة ومختلفة، بقى عندهم abilities بالظبط زي ما انت قلت كده. ايوه افلام. هنرجع للي حصل للدكتور توني، بس خلينا نشوف الشخصية الجديدة اللي معانا في الحلقة. البطلة التانية في قصتنا هي باتي جالفانو. باتي جالفانو كانت مركبة في رجليها قطع حديد عشان اتعرضت قبل كده لحادث، وكانت مضطرة ان هي تمشي بتعرج وبتتعرض لآلام كتير بسبب الموضوع الحديد اللي في رجليها. وفي يوم من الايام وهي لا بيها ولا عليها في بيتها قدام الشباك في مطبخ بيتها وهي بتطبخ، اتضربت بصعقة كهربائية دخلت من الشباك عليها مباشرة، وفورا فقدت الوعي واتنقلت على المستشفى. هات اللي بعده يا ابني. ادوين روبنسون. ادوين روبنسون كان راجل اعمى واطرش بقاله 9 أو 10 سنين، لانه تعرض لحادث قبل كده، وكان واقف في الجنينة بتاعت بيتهم بينادي على الفراخ بتاعته. زي ما سمعت كده الفراخ. انتوا بتجيبوا الناس دي منين؟ انا مش عارف، هاتولي ناس تانية عادية اتكلم عنها. المهم ايه اللي حصل لاستاذ روبنسون؟ وهو بينادي على الفراخ ضربته صعقة كهربائية، وقع على الأرض وفقد الوعي كمان تماما، وفضل مغمى عليه لساعات طويلة، وبعدها فاق. بس ما فاقش ادوين روبنسون. آخر بطلة معانا في الحلقة هي جريتا ألكساندر. جريتا ألكساندر ست عادية جدا، عندها 4 عيال ومتجوزة وحامل في البيبي الخامس ما شاء الله ونعمة التوعية. المهم في ليلة من الليالي الست كانت تعبانة، فقررت ان هي تروح تنام في غرفة لوحدها، وفي الغرفة دي في سرير الايد بتاعته او القواعد بتاعة السرير نفسها حديد، والسرير نفسه على الشباك. وكانت فعلا الليلة دي كلها برق ورعد، وفجأة مرة واحدة لقت برق ذهبي نازل من الشباك، وهي نفسها سمعت صوت انفجار، فقدت الوعي. جوزها بعد كده بيقول ان هو دخل يجري عليها وهي بتصرخ، ولقى ان السرير كله مولع نار، بس هي كان عندها حروق بسيطة جدا وما جالهاش اي مشاكل جسدية، ولكن كمان فقد الوعي. بس كده يا سيدي، هم دول ابطال القصة بتاعت النهاردة وخلاص. بس ايه انتوا عايزين اكمل اشرح بس كده؟ خلاص ما فيش حاجة، خلصت القصة. انتوا اكمل بقى اشرح يعني؟ اوكي هشرح اوكي. او نرجع للدكتور توني. دكتور توني الجراح زي ما قلت لكم، بعد ما رجع لوعيه بعد كده وقام في المستشفى، ابتدى يسمع انغام موسيقى في ودنه، ابتدى يسمع انغام بيانو كلاسيكيه في دماغه. الموضوع ما بقاش مفهوم ايه اللي بيحصل له، هو مش قادر يفهم، وخد منه وقت طويل عشان يبدا يفهم ايه اللي بيحصل. بس وفاجئ ان هو لقى نفسه اتحول من جراح لعازف بيانو ماهر جدا جدا. فقرر ان هو عشان يمكن يعالج نفسه شويه او يريح نفسه، قرر ان هو يشتري بيانو. ومن وقت ما اشترى البيانو ما بطلش لعب على البيانو، وبدأ يلعب باحترافية ماهرة في أقل من شهور، وبدأ يعزف ويألف، وعمل سوناتا اسمها سوناتة البرق، ومن يوميها بقى موسيقي معروف. باتي جالفانو بعد ما فاقت في المستشفى بعد 2-3 بالظبط، قامت من السرير، وبعد الوجع اللي كان في رجليها بسبب المسامير اللي في رجليها، لقيت نفسها بتمشي عادي جدا، ومبقاش في وجع، ولا بقى في ان هي بتعرج ولا اي حاجة خالص. كل حاجة اختفت، الوجع راح، واي نعم الحديد موجود في رجليها، ولكن هي بتمشي عادي جدا. والدكاترة نفسهم اتجمعوا على موضوع رجليها عشان يفحصوا ايه اللي حصل في رجليها يغير من الآلام ومن المشاكل اللي كانت بتعاني منها في رجليها. محدش قدر يفسر الموضوع. روح عند هارولد ديل. هارولد ديل واحد من الناس اللي اتضربوا بالصعقة الكهربائية وفقدوا الوعي، بس لما فاقوا بقوا ناس تانية خالص. اولا فقد حاسة الشم، وما بقاش يحس بالبرد ايا كانت درجة حرارة البرودة ولا حاسس بيها. وكمان فوق ده فقد احساسه بالألم، بقى يمشي في التلج كده في وسط الناس بتيشيرتات نص كم وبكت ومفيش حاجة خالص، وبقى اسمه هارولد الحديدي. ولكن مفيش اي تفسير طبي للي حصل له. نيجي عند البطل بتاعنا وهو ادوين روبنسون. ادوين روبنسون زي ما حكيت لكم راجل اعمى واطرش، ما بيسمعش وما بيشوفش، بقاله اكتر من 10 سنين. بعد ما تعرض للصعق الكهربائي من البرق والرعد وفاق في المستشفى، ويبص لمراته ويقول لها على فكرة انت زي القمر، كأنك بتتفرج على فيلم مش حقيقة ابدا. فجأة روبنسون بقى يشوف ويسمع عادي جدا، بل بالعكس طلع له شعر، لانه كان اصلع وطلع شعر. طب ايه التفسير العلمي للموضوع ده؟ انا ما عنديش فكرة. هل الموضوع ده حقيقي ولا خيال؟ معرفش، بس هو مذكور علميا وموجودين الناس دي فعلا، وتقدر تدور عليهم بنفسك. اقوى شخصية بقى في المسلسل اللي انا بحكيه ده كله هو جريتا ألكساندر. جريتا ألكساندر زي ما شرحت لكم هي عندها اكتر من 4 اولاد، يعني عندها 4 وفي واحد جاي في السكة ما شاء الله. بس بعد اللي حصل لها وبعد ما اتصعقت بالكهرباء، فاقت بعد كده في المستشفى، وابتدت تظهر عليها اعراض عمرها ما حست بيها قبل كده.
بتقول ان هي بتحس بالمكالمات التليفونية قبل ما تيجي ان في حد هيتصل، وبتقول ان هي بقت تحلل وتعرف ايه اللي حاصل مع الناس بالرغم من ان هي ما تعرفش حاجة عنهم. بتقول ان هي وصلت لدرجة ان هي بقت تقرأ افكار الناس وتعرف بيفكروا في ايه. ده بالعكس، ده اتحدت مع البوليس واتحدت مع الشرطة في ان هي تحل جرائم، وفعلا نجحت في الموضوع ده بمقابل اجر طبعا. وعندها جرائم كتير فعلا حلتها مشهورة ومعروفة، لو تدور على الانترنت هتلاقيها. السؤال اللي محيرني وانا عارف ان هو انت بتسأله برضو، ايه اللي يخلي القصص دي هل هي حقيقية ولا هل هي خيال ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ كل ده حصل بسبب ضربة برق. هل ممكن ضربة برق زي كده تأثر على دماغ الإنسان وتخليه يتفتح في آفاق جديدة إحنا ما كناش متخيلينها؟ هل هي موهبة بتضاف أو لمسة كهربائية بتفتح حاجة معينة في المخ؟ ولا كل دي أوهام بيمر بيها الإنسان؟ هل هي حاجة حقيقية ولا بس كلام خرافي؟ اللي أنا متأكد منه إن الطبيعة مليانة أسرار، وده اللي أنا أعرفه، وكل اللي قلت لك عليهم دول موجودين فعلا وعايشين في وسطينا. اللي انا عايز اكده لك في الاخر ان هو لو عايز تشوف اي برق او اي رعد من بعيد لبعيد، خليه حب افلاطوني كده، مفيش داعي للقرب منه. واتمنى ان الحلقه الجايه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك.